معايا. واحد يقول لامه يما، قالت له نعم يا ابني، قال لها ما انا نفسي اعمل لك زي ما عملت لي وانا صغير. قالت له مش هتعرف يا ابني. قال لها والله اعرف. قالت له يا ابني ما هتعرف، والله ما هتعرف. قال لها ليه؟ انت كنت بتعملي لي ايه يعني؟ قالت له كنت بجيب لك طعميه واجيب لك حلبسه واجيب لك حلاوه، واللي تشاور عليها اجيبه لك يا ابني. عاوز زاكيته اجيب لك الزاكيته، عاوز جلابيه اجيب لك الجلابيه، كل اللي نفسك فيه تشاور على اللي في ايدي اديه لك يا ابني. قال لها اعمل لك كده، الفلوس كتير والسوق موجود، انت كنت بتعمل ايه تاني؟ قالت كنت بشيلك شيل يا ابني من على الارض علشان ما تتكعبلش. قال لها اشيلك يا ابني. خلوا بالكم نشوف ابو العريف ده يعمل ايه. شال امه وطلع على فين؟ على السوق. وصل السوق، حلبسها يا ابني. الحلبسه اللي هي شعر البنت، الحلاوه شعر البنت اللي بتدوب في عينك دي. جاب له خدي يما الحلبس، شايلها وماشي، هي تقيله مهما يكون، والابن دايما يشوف امه تقيله حتى لو هي خوف في الريش. ده حقيقه، الا ما رحم ربي من الطيبين المتربيين. ايه اللي حصل؟ طعميه يا ابني. يما انا جبت لك الحلبس، خلوا بالكم اصبروا عليا سنه كده. هجيب لك طعميه يما. السوق ما هو مليان حاجات، هي عايزه تجلد له تشوفه هيوصل لفين بقى. جاب الطعميه، طعميه يما، وهو ممسكها الطعميه وقعت له الحلبسيه على الارض. بتفكروا بزمان كانت لما تمسكوا حاجه يوقع ايه؟ قال مش مشكله، طول بالك يا دي شوي. جوافه يا ابني. شافت بتاع الجوافه، جوافه يا ابني. جيب لك جوافه يما. مسكها الجوافايه وقعت الطعميه. هي قصدها كده. بص لها قال لها يا خبر ايه يما، انت انهبلتي وانا مسكك حاجه توقعي حاجه؟ قالت له مش قلت لك مش هتعرف يا ابني. انا بقى ما كنتش بقول لك هو انت انهبلت، انا كنت امسك الحاجه انفخ التراب اللي جه عليها واديها لك تاني يا ابني. حاجه عجيبه. ليه محتاجين اللي يفكرنا ويذكرنا؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين. وشوف العجب، اتأمل معايا يا مسلم، يلي هناك ويلي هنا، يلي عايز عيشتك تبقى هنا. الهنا تحت رجلين امك، سواء هي في المنظرة او رحلت الى المقبرة. البر ما بينقطعش. امك معاك هتبره، امك هناك هتبره، مالكش حج. اسمع ازاي تبره. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. وشوف القرآن يعمل لك محاور رهيبة. هو قال والديه يبقى يقصد الرجل والايه؟ والأب والأم. راح جاي داخل عمل محور لك على الأم فقط. ليه؟ هيعدد لك صفات الأم ويصيب صفات الأب. طب ليه؟ قال لك لأن أنت الأب والواد بيكبر. مين اللي جاب لك دي يالا؟ أبوك. مين اللي جاب لي العربية يا أم؟ أبوك. مين اللي جاب اللحمة يا أم؟ ابوك. طالع عمال كل اللي ما امه يسال امه تقول له ابوك 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 ابوك. كبر على ان اللي بيجيب كل حاجه ابوك. لكن الدور اللي امه قامت بيه وهو لسه في بطنها 9 شهور ما يعرفش حاجه، ورضعته 1.5 سنة ولا 2 سنين وهو لسه ما يعرفش حاجه. فكانت الام كل شويه تقول له ابوك